ازيكم؟ جاهزين لقصة النهاردة؟ قصة النهاردة مختلفة عن أي قصة. خلينا نبدأ. الليلة دي الرياح كانت بتهمس بكلام مش مفهوم، زي لو حد بيحكي سر في ودن الدنيا. أنا اسمي ياسر، شاب عادي من القاهرة، بس القصة اللي هحكيها مش عادية أبدا. بدأت لما قررت أزور عمتي فاطمة في قرية صغيرة اسمها الدير القديم. قرية ناسيها الزمن، مدفونة في رمل الصعيد، بعيدة عن أي ضوضاء. كنت عايز أرتاح شوية من زحمة المدينة، بس اللي شفته هناك خلاني أتمنى لو ما سبتش البيت أبدا. القرية كانت هادية بشكل يخوف، البيوت طينية لازقة في بعض زي لو بيحضنوا بعض من البرد. الشوارع فاضية إلا من صوت الرياح اللي بتعدي زي الشبح. أول ما وصلت عمتي فاطمة استقبلتني بحضن دافي، بس عينيها كان فيها حاجة غريبة، زي لو كانت سر جواها. قعدت معاها في أوضة المعيشة، والضوء الخافت بتاع الفانوس بيرمي ظل غريب على الحيطان. لاحظت صندوق خشبي قديم في ركن الأوضة، منقوش عليه زخارف غريبة زي حروف مش مفهومة. سألتها عنه، بس هي غيرت الموضوع بسرعة وقالت ده مجرد تذكار قديم، ما تسألش كتير. بالليل وأنا نايم في أوضة الضيوف سمعت صوت همس خفيف. في الأول فكرت إني بتخيل، بس الهمس زاد زي لو حد بينده عليا من بعيد. قمت من السرير ومشيت على أطراف صوابعي عشان ما صحيش عمتي. الصوت كان جاي من أوضة المعيشة. لما قربت لقيت الصندوق الخشبي مفتوح، وفي خيوط حرير رفيعة بتلمع تحت ضوء القمر اللي داخل من الشباك. الخيوط دي كانت بتتحرك زي لو في روح. حسيت برعشة في جسمي، بس فضولي كان أقوى من خوفي. مديت إيدي ولمست خيط منهم. في اللحظة دي حسيت زي لو تيار كهربا مشي في جسمي، وسمعت صوت واضح في ودني: انت ليه جيت هنا؟ رجعت خطوة لورا، قلبي بيدق زي الطبل. الصوت كان ناعم بس فيه نبرة تهديد. بصيت حواليا، مفيش حد. الصندوق كان لسه مفتوح، والخيوط بترقص زي لو بترسم حاجة في الهواء. قفلت الصندوق بسرعة ورجعت أوضتي، بس ما قدرتش أنام. كل ما غمض عيني كنت بشوف صور غريبة، وشوش مش مكتملة، عيون بتبص في الضلمة، وخيوط بتتمد زي العروق في جسم الإنسان. تاني يوم حاولت أتجاهل اللي حصل، بس حسيت إن القرية كلها بتبصلي بطريقة غريبة. الناس كانوا بيتكلموا بصوت واطي وبيبطلوا كلام لما بقرب. سألت عمتي عن الصندوق تاني، وهي قالت بصوت متوتر: ياسر، اوعى تفتحه تاني، ده مش لعبة. لما سألتها ليه، قالت إن الصندوق ده ورثته من جدتها، وإنه مربوط بحاجة قديمة، حاجة مش من الدنيا دي. حاولت استفسر أكتر، بس هي قفلت الموضوع وقالت لو عايز تسمع نصيحتي سافر وارجع القاهرة بكرة. ما سمعتش كلامها، الفضول كان بياكلني. بالليل لما عمتي نامت رجعت للصندوق فتحته، والخيوط كانت لسه بتتحرك، بس المرة دي شفت حاجة أغرب. الخيوط بدأت تتشكل على شكل صورة، زي لو بترسم وش إنسان. الوش كان مليان خوف، وعينه بتبص في عيني مباشرة. سمعت الهمس تاني، بس المرة دي كان أوضح: انت هتاخد مكاني. حسيت برعشة في جسمي وقفلت الصندوق بسرعة، بس الهمس موقفش، كان لسه في وداني زي لو بيطلع جوايا. تاني يوم قررت أروح للشيخ محمود، شيخ القرية، أشوف إذا كان يعرف حاجة. لما حكيت له وشه قلب أبيض زي الطباشير. قال لي الصندوق ده مش مجرد صندوق يا ياسر، ده مدخل. الخيوط دي مربوطة بحاجة عايشة من آلاف السنين، حاجة بتتغذى على اللي بيقرب منها. سألته يعني إيه؟ قال إن في أسطورة قديمة بتقول إن الصندوق ده كان ملك ساحرة من عصر تاني، استخدمته عشان تحبس أرواح كانوا بيتحدوها. الخيوط دي حسب كلامه بتتمد زي شبكة عنكبوت، وبتربط بين الدنيا بتاعتنا ودنيا تانية. لو لمستها كتير هي هتاخدك.
حسيت ان الكلام ده خرافات، بس في نفس الوقت الصور اللي انا شفتها والصوت اللي سمعته ما كانوش ينفعوا يكونوا خيال. قررت اني لازم ادمر الصندوق. بالليل وانا متأكد ان الكل نايم، اخدت الصندوق وطلعت برا القرية في حتة فاضية بعيدة. جبت بنزين ودلقته على الصندوق، بس لما ولعت عود الكبريت سمعت صرخة مش بشرية، زي لو الريح نفسها بتصرخ. الخيوط طلعت من الصندوق واتشبكت في ايدي زي لو عايزة تحبسني جواه. حاولت افلت بس الخيوط كانت زي الحديد. في اللحظة دي شفت عمتي واقفة من بعيد بتبصلي بعيون مليانة حزن. قالت بصوت واطي: قلتلك يا ياسر، مكانش لازم تتدخل. فجأة الخيوط سابت ايدي والصندوق اختفى زي لو مكانش موجود اصلا. رجعت للبيت مع عمتي، بس من ساعتها وانا حاسس ان في حاجة جوايا. الهمس بقى يجيلي كل ليلة، مش بس لما اكون لوحدي، بقيت اسمعه وانا في الشغل وسط الناس، حتى وانا في القاهرة. كل ما اغمض عيني بشوف الخيوط دي بتتمد زي العروق وبترسمني انا، بس مش انا، زي لو في نسخة تانية مني بتحاول تطلع. الاغرب اني لما حاولت ارجع للقرية بعد شهر لقيتها فاضية، لا عمتي ولا الشيخ محمود ولا حتى البيوت. كل حاجة كانت موجودة بس الناس اختفوا، كأن القرية كلها كانت حلم. حاولت ادور على اي اثر للصندوق بس ملقتش حاجة. بس بالليل وانا بتمشى في الشوارع الفاضية سمعت الهمس تاني: انت دلوقتي جزء منا. لغاية النهاردة معرفش اذا كان اللي شفته حقيقي ولا خيال، بس الهمس لسه موجود والخيوط لسه بتظهر في احلامي. احيانا بحس اني مش لوحدي في جسمي. لو حد سمع القصة دي ارجوك، لو لقيت حاجة قديمة منقوشة بحروف غريبة ما تقربش، ولو سمعت همس بالليل ما تردش، لانك لو رديت ما تعرفش ايه ممكن يوصل لك. لو وصلت معايا للنقطة دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يجيلك فيديوهات رعب اكتر وقصص جرائم واقعية وغموض. اشوفكم بعدين، سلام.